بعد غياب 3 شهور او اكتر، فهيكون ده اول فيديو هبتدي بيه الرجعة بتاعتي. والمرة دي ان شاء الله مفيش اي قطع تاني. هعمل لكم النهاردة صينية صدق بطريقة كده حلوة مختلفة، هتعجبكم جدا. لو انت عندكم صدق ومش عارفين تعملوا بيه ايه، فالطريقة دي مناسبة قوي وتغيير وطعمها تحفة. لو اول مرة بتشوفوني، انا اسمي مريت. متنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك للفيديو، ويلا بينا نبدأ وصفة النهاردة. في طاسة بقى على نار عالية هبتدي ان انا اشوح الصدق او السجق، يعني شوفوا انتوا بتنطقوه ازاي، لحد ما ياخد لون من كل النواحي بتاعته كده. ومش هحط عليه اي بهارات، لو حابين تحطوا بهارات تمام، بس انا مش حابه احط عليه اي بهارات. لما يتحمر كويس كده هطلعه من الطاسه واصفيه كويس من الزيت. ومكان بقى ما هصفيه هضيف الدقيق علشان هعمل صوص كده شبه البشاميل، او بشاميل بس مش كتير. هحط تقريبا 3 معالق دقيق. قلبتهم، حسيت ان هو محتاج دقيق تاني، فحطيت كمان معلقة زيادة. وهكون مجهزة جنبي شوية بهارات وحليب. بالنسبة للحليب برضو، فانا زي ما انتم شايفين دي كوباية كاملة، هضيفها بالتدريج لحد ما الاقي القوام بتاعه لا هو خفيف قوي ولا هو تقيل قوي، عايزاه في النص. البهارات بقى هو ملح، فلفل اسود، وشوية من جوز الطيب، وشوية صغيرين من القرفة. وبس كده هبتدي اقلب، وبعد كده هسيبه بس 3 دقايق كده يعني يغلي شوية علشان يتقل حبة معايا. وبعد كده بقى هضيف عليه الصدق تاني وابتدي ان انا اقلب كويس. اللي هيدي معايا بقى طعم يعني لحتة تانية خالص، ان انا اضيف شوية من الجبنة الموزاريلا. هضيف حبة دلوقتي وحبة بعدين هقول لكم هنعمل بيهم ايه. وهقلب كويس بقى لحد ما يكون في مطة كده. وخلاص يعني اسيبه كمان 3 4 دقايق على النار. يعني هو الطريقة على البوتاجاز مش هتاخد اصلا تلت ساعة، مش هتاخد وقت. هجيب صينية وادهنها شوية بس بالزيت كده خفيف، وابتدي ان انا احط فيه بقى الخليط بتاعي وافرده كويس، وهرش بقى من على الوش جبنة موزاريلا، ولو حابين تحطوا بقى شيدر جبنة تركي كمان زيادة او حاجة منهم مش مشكلة. دخلها بقى الفرن، بس نشغل الشواية اللي فوق علشان ياخد وش، وممكن في الاخر نشغل شوية من تحت بس، لكن انا عايزة مدخلها الفرن يعني علشان بس الوش المتحمر اللي فوق ده. وطبعا يبقى حلو قوي لما بيتاكل بالعيش، ويبقى طعمه رهيب. وعايزه اقول لكم هي الاكله كمان دسمه شويه، فهي هتشبعكم مجرد ما تاخدوا بس كده لقمتين 3 منها. اتمنى تجربوا الوصفه بتاعت النهارده. متنسوش تعملوا لايك، ومستنيه تعليقاتكم الحلوه. وباي باي.